على حسب وزن المريض. يعني انا لو جاي لي مريض وزنه 150 كيلو 170 كيلو، ما ينفعش ان انا اعمل له العمليه وبكره اقول له انزل اعمل رياضه، مش هيقدر يعمل رياضه. بنستنى لما الوزن ينزل شويه، لان ده بيبقى اذى على ركبه، بيبقى اذى على المفاصل بتاع الجوينتس بتاعته كلها. فبنصبر فتره لحد ما ينزل نسبه معينه من الوزن، بعد كده ننصحه بالرياضه. لكن ما هو انت قبل ما تعمل العمليه كنتش بتتمشى؟ انا عاوزك تتمشى، انا مش طالب منك اكتر من كده. حاجات بسيطه. انا عاوزك تنزل تتمشى كل يوم شويه كده في الهواء، في الهواء الطلق، ومش اكتر من كده. الرياضه زي ما قلنا قبل كده بعد عمليات السمنه مش للتخسيس. يعني انا لو ما عملتش رياضه هخس، بس هي الفكره صحتي هتبقى عامله ازاي، شكلي هيبقى عامل ازاي، هو ده الفرق الكبير. الرياضه بتفرق في الصحه، بتفرق في الترهلات، ما يحصلش ترهلات، بتفرق في شكلي انا كويس. ما في ناس لما تخس شكلها يبان معجز، يبان تعبان. الرياضه بتمنع الكلام ده خالص. صحيح، بتعالج بقى بتعالج الترهلات الكلام ده. يعني في مريض كان بيقول لي لا انا كل ما بخس الناس كل ما تشوفني مالك في ايه، مالك في ايه. تعبان. وحتى برضه عشان اطمن الناس، حتى اللي بيحصل له كده اللي هو مش قادر يعمل رياضه، بعد 6-7 شهور الكلام ده كله بيروح تاني، بيختفي. هي بتبقى الجسم بس في فتره كده مش عارف يظبط نفسه، وبعد كده بيرجع كله بيتظبط تاني لوحده.